السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا لاباس. صراحه هاد الخوطه اللي شفنا نتاع وليد الركراكي البارح خوطه لا علاقه، يعني اللعابه ما كانوش في المستوى، حتى المدرب ما كانش في المستوى. زيد عليها الضغوطات نتاع الجماهير، يعني الجماهير كيطلبوا باللقب، اللقب راه من حقهم. يعني تقريبا 50 سنه ما شفناش اللقب، من العاد ديال الاستعمار تقريبا. ما ديناش كأس دافريك. هذه راه فضيحه الا ما ديناهاش في بلادنا، وزيد عليها غيضحكوا علينا. يعني ركراكيا ملي تقسم من جنوب افريقيا ما عمرو لعب مع شي فرقه اللي كانت من زعما اللي كتكلاسها في بروميير كلاس، بحال جنوب افريقيا مثلا ملي قست لينا. حتى هي راه كانت تمايا في دوزيام كلاس. وملي كتجي تشوف السير كراكي كان كيلعب مع الفرق الصغار، كيلعب مع النيجر ويلعب لك مع اغلب الفرق كاع مع لعب معاهم مكلاسيين طروازيام ولا حتى يعني مكلاسيين من فوق طروازيام. وكتلقى النيفو ديالهم الترتيب ديالهم في العالم 100 كدا و80 90. يعني ما كانش كيلعب مع شي منتخبات اللي تكلاساو الاولى. وهذا الشيء هذا يعني البارح فاش لعب مع مالي، يعني تفرش واحد التفريشه اللي هي كبيره بزاف، ما قدموا حتى شي اضافه. يعني بانوا العيوب ديال الهجوم، بانوا العيوب ديال الوسط ما عندوش الحلول، واصبح عقيم تكتيكيا. يعني المدرب ما عنده حتى شي حل البارح. كما كنشوفوا الجماهير صراحه ما عجبهمش هذاك الاداء، ومن حقهم. يعني السيد شاد المنتخب 4 سنين مازال ما لقى حتى التشكيله اللي غادي تلعب ليه مقابله رسميه. كان كيلعب مع فريق الصغار وكيبقى يقول لك 14 الانتصار على التوالي، 19 20 ما عرف عاش كيخربق. وكنتحداه دابا، كنتحداه يلعب دابا مباريات وغادي زعما يقدم واحد 19 انتصار على التوالي، والله ولا قدمها. فاش يطيح مع مصر مع السنغال مع نيجيريا مع الجزائر، ما كنظنش غادي يقدم هذا المستوى زعما اللي مطلوب. حيت مدرب ما عندوش افكار، ما عندوش حلول. كتشوف يعني فاش كتفرج في السكيتيوي كان كيجي ستيلو وكيبقى يكتب الملاحظات اللي عنده، وفي الماتش الثاني كتشوف واحد النيفو في شكل. وحتى الوهبي يعني فاش كتشوفوا معاه المنتخب نتاع اقل 20 سنه في تشيلي، كان حتى هو يعني كان كيقدم واحد التكتيكي اللي عالمي، واحد الاداء اللي عالمي. يعني واحد اداء مبهر. وحنا كنشوفوا السي وليد البارح غير كيشوف ما كيقدم حتى شي اضافه. وحكيمي واللي كان في المنتوج، يعني كان هو شفناه كان كيعطي التعليمات بلاصه الركراكي. شاف الركراكي والو صافي تشلل. يعني اصبح مدرب لا علاقه وقع عليه الشلل الدماغي. يعني تبلوكا البارح، ما شفنا منه حتى شي اداء. ماشي مالي راه غادي في البطوله يعني وكتصعب. راه يعني مالي راه تقريبا 50 عالميا الترتيب ديالها. ولا جيتي لعبتي مع نيجيريا ولا السنغال، ولا مع نيجيريا ولا الكاميرون، راه غادي تكون شي فضيحه نيت، غير الله يدير شي توايد الخير. ولهذا كنشوفوا سكيتي هو الانسب للمنتخب المغربي ان شاء الله. يعني ضروري ضروري يكون واحد التغيير قبل ما نخرجوا في شي فضيحه قدام شي منتخب. لا قدر الله حنا كنتمنوا المنتخب يدي اللقب، ولكن بهذا الاداء وهذا النيفو باش غادي ما كنتوقعوش غادي نديو اللقب. يعني من الافضل نشوفوا منتخب يعني يحددوا واحد المدرب اللي هو قادر انه يعطي اضافه للمنتخب الوطني، اللي هو السكيتي ولا عموته. هو اللي غادي يعطي واحد الاضافه للمنتخب باش يديو اللقب. شفنا الكوت ديفوار كيفاش دات النسخه الاخيره، يعني فاش غيرت في اخر لحظه، فاش غيرت المدرب وجابوا اللقب. وكنت بدات انا من القجع يدير هذا، يعني في هاد الطفره هادي، باش يكون واحد الاداء، يعني واحد الحلم يتحقق ان شاء الله بالنسبه للجماهير المغربيه. وخصوصا دابا فاش يعني البطوله غادي تولي 4 سنين، 4 سنين عاد تدار، يعني كل 4 سنين عاد تدار البطوله. راه صعيب باش يديها المغرب. خصوصا انه فاش كيمشي يلعب في الادغال الافريقيه ديما كيلقى المشاكل. وعلى سبيل المثال فاش مشى السي وليد الركراكي للكوت ديفوار، وقع علينا كيتشكى الحراره وجا عاوتاني دابا بغا يسبيها في الجمهور. الجمهور خصك تعطيه الاداء، يعني خصك تقدم واحد الكره هي اللي متعه باش يعطيك الجمهور. ولهذا كنقولوا يعني المنتخب في مهب الرياح، غير الله يدير شي تاويل الخير وصافي. وكنتمنوا ان شاء الله السي القجع يدير واحد الخطه اللي هي كتناسب الجميع، يعني بدون عاطفه. عرفنا الركراكي وصل معنا نصف النهائي في كاس العالم،
ولكن صافي يعني راه أصبح التفكير ديالو محدود، يعني عاقوا به المدربين وعرفوا ليه الخطط ديالو ولا السوى اللي دغيا كيخربق. نتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد لا فيديو هذا، السلام عليكم.